تاني محل معانا في سلسلة محلات النزهة الجديدة هو محل بلاليني. تعالوا هاخدكم في جولة سريعة جوه المحل وهعرض لكم جميع المنتجات، وهسيب لكم لينك التليجرام بتاعه في اول كومنت، وكمان العنوان بتاعه لو حابين تروحوه، ورقم التليفون لو عايزين تستفسروا عن اي حاجة. اول حاجة عنده هو جرادل السيليكون، عنده منها اشكال واحجام ومقاسات مختلفة جدا هتشوفوها معايا في الفيديو. وعنده كمان حامل للاكواب اللي بيتحط فوق القارورة بتاعة الديسبنسر، وشنطة الخزين دي كانت عاملة 10 جنيه. وكمان عنده ازايز اللبن بتاعه باندا، تقدر تحط فيها لبن او عصير او ميه، وكانت عامله 23. ودي شنط طعام حفظ الطعام ليها احجام ومقاسات مختلفه من 20 ل 35. باسكت السيليكون اللي ورا ده 58 لتر عامل 299 جنيه. ودي كانت مبخره جميله جدا وشكلها وحجمها جميل قوي على شكل كعبه. وعنده من ازايز الباندا دي كميه كبيره جدا. وطاسات البيت الصغيره دي كانت ب 30 جنيه. وكمان في أطقم توزيع سيليكون بتبدأ من 20. ده بقى جردل سيليكون تاني برضو. احلى حاجة في الجرادل السيليكون ده انك تقدري ان انتي توفري فيها مساحات، بيتقفل ويتفتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده كان عامل 150 جنيه. هنا بقى ده كان ستيكر دبل فيس، تقدري ان انتي تشيلي الدبل فيس، يعني تشيلي من ورا الورقة وتلزقيها، وكان على شكل علقة، يعني تي شيرت وقدامه كده علقة. ودي كانت عنده مجموعة من الكوسترات حلوة جدا وكبيرة. ودي الطاسة اللي انا قلت لكم عليها كان ثمنها 30 جنيه. وده كاب هولدر، ده المفروض بيتعلق في العربية علشان ياخد اي كوباية مثلا او اي ازازة انت حابة تحطيها في العربية. وده كان شكله والخامة بتاعته. وعنده كمان الشاليموهات اللي هي الحديد ديت، عنده الاربع شاليمو ب40 جنيه والستة ب55، واربع كمان. هنا دي كان مجموعة من الفوط المايكرو فايبر، كانوا 5 كده مع بعض. اشكالهم حلوة قوي والوانهم كمان جميلة، تنفع في المطبخ وتنفع. دي كانت قماعة للبامية، كانت عاملة 25 جنيه. حلوة قوي. انا ما جربتهاش الصراحة، بس لو حد جربها ممكن يكتب لي في الكومنتات اذا كانت حلوة ولا لا. وعنده اسباتيولات باشكال مختلفة. وكان عنده حامل للشنط ده كان عامل 10 جنيه. ودي حاجة كده عاملة زي السكينة، يعني انك تقدري ان انت تقشري بيها او تقطعي بيها حاجة من الفاكهة. تمام. وعنده ميزان مية كان عامل 10 جنيه برضو. ودي شنط الخزين ان انت تقدري تشفطي الهواء منها وتستغلي المساحات، يعني مشهورة طبعا. عنده القشرات برضو، القشرة دي كانت 10 جنيه. فوط مطبخ تاني وعلاقات، عنده علاقات كتيرة جدا بأشكال كتيرة. وطبعا المقص ده، في مقص كان ب10 وفي مقص كان ب30. وسباتيولات دي المسكات. تمام. وعنده اللوك بتاع الأطفال، وده مقياس البيض، كنت عملت لكم ريفيو عنه، كان عامل 30 أو 35. الجوانتي ده 2 قطعة ب40 جنيه. المفروض ان هو بتقدري تغسلي بيه اي حاجة. وده كان علبة اكياس مطبخ، تحطي فيها الاكياس وتطلعيها كده، شكلها لذيذ. بس اعتقد انها هتاخد الاكياس الحجم الصغير. ودي كانت هرسة بطاطس. مقياس البيض عنده بكميات كبيرة، وعنده تشكيلة كبيرة قوي من السكاكين هنشوفها تاني مع بعض دلوقتي. وقلت لكم هنا كوسترات باشكال والوان حلوة جدا جدا. ودي كانت هرسة توم، وهنشوف هرسة تانية كمان شوية بشكلها مختلف. وكان عنده مشابك خشب كانت عاملة 15، فيها 20 مشبك تقريبا. وكان عنده مسن السكاكين، مسن السكاكين ده كان عامل 12 جنيه. حاجة كده صغنطوطة تقدري ان انت تحركي المسن رايح جاي كده فيها ويسنها. وكان عنده كمية كبيرة قوي من الصدادات، يعني انا كنت عمالة بقول ده ايه بقى، اكتشفت بعد كده ان هو المفروض ان هو الصدادات. وعنده الصواني الميلامين ديت تكفي كوبايتين ب12 جنيه. حلو قوي، شكلها كمان جميل. وعارفين اللي بتاع الخشب ده ايه، الاسود ده قصدي، انا كنتش عارفه ده ايه في الاول، بس بعد كده لما دخلت على التليجرام عرفت ان هو المفروض صدادات للباب. والاتنين صدادة ب10 جنيه. حلوة بجد جدا جدا للناس اللي عندها اطفال وبترزع في البيبان، حلوة قوي. ودي طبعا فرش بالصابون. وده كان حامل ستانلس كان عامل 12 جنيه.
طبعا انا جبته حلو قوي، لو حطيتيه في ضلفة المطبخ من جوه بيشيلك رفايع. ودي كان سكاكين ال 12 قطعة كانوا عاملين 80 جنيه، في منهم اشكال والوان كتيرة. وهنا دي فرشة البلاط، على فكرة الفرشة دي يعني الظهر بتاعها بيتحرك، كنت شفتها يعني في فيديو جميل جدا. ودي جهاز سلق البيض كان عامل 135. وعايزه اقول لكم بقى طقم توزيع الجرانيت ده حلو جدا، عباره عن 19 قطعه، فيه 5 سكاكين ومقص وماسك تحمير وفرشه توزيع وبلانشا ومضرب سيليكون ومعالق مغرفه وشياله ومكرونه وسباتيولا، كل ده عامل 790 جنيه. حلو جدا جدا. الجهاز ده على فكره هو جهاز عامل زي المكنسه كده، بيلم اي حاجه ممكن تكون على السرير والحاجات دي. كان برضو حوالي 200 وحاجه، مش متاكده قوي. وكان عنده الخلاط المحمول اللاسلكي كان عامل 290، والخلاط اليدوي كان عامل 65. ودي شماعة بناطيل. وكمان كان عنده اللي هي السيليكون، الغطيان السيليكون اللي بتتحط على الاطباق وتدخل التلاجة او الميكرويف. والمنظم ده حلو جدا جدا، كان عامل 135. فيه اللي هو تحطي فيه القطن اللي هو بتاع مزيل الميك اب والودانات، ويعني هما 3 احجام. كان حلو جدا جدا جدا. هنا كنت بوريكم شكل تاني من السكاكين. وعنده اطقم توزيع جميلة جدا، كان عامل 540 جنيه. وهنا كان عنده الملاحات ديت، كان عنده نوعين من الملاحات او شكلين من الملاحات، من تحت بتكون ازاز ومن فوق الستانلس، وكانت الواحدة عاملة حوالي 30 جنيه. وهنا بقى كنت بفتحها، هي من فوق هتشيل الاستيكر وهتلاقي الاخرام على طول، يعني هي مش بتتقفل الاخرام بتاعتها، هي مفتوحة. انا بس حبيت ان انا اوريكم برضو شكلها من فوق. نفس الكلام التانية. وهنا طبعا طقم التوزيع دوت او طقم معلش اللي هو الاكسسوار اللي بتحط على التسريحة عجبني جدا جدا، فانا فتحته وقلت اشوف الاكليريك بتاعه. هو مش ازاز، هو يبان ان هو ازاز لكن هو اكليريك، بيتكون من 3 قطع. الطويلة ديت بيتحط فيها القطن اللي هو بمزيل الميك اب، والصغيرة اللي انا ماسكاها ديت بتحط فيها الودانات وبتنزلك كده من تحت تاخدي اللي انت عاوزاه. والتالتة بقى تحط فيها اي حاجة برضو صغيرة، وليها الغطيان بتاعتها. طقم حلو قوي 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 وعجبني جدا. طبعا دي كانت خلة. وبعديها جهاز المعياري، لو انت محتاجة تعايري اي حاجة بقوليات زي المعالق المعيارية، بس هي معلقة واحدة بس وبتغيري ايه المعيار اللي انت عايزاه. دي بقى كانت هراسة توم، اول مرة اشوف الشكل دوت. المفروض ان انت بتحطي جوه التوم وبتلفي كده البتاع من فوق ان هي ايه تضغط عليها تهرسها من تحت. بس انا لما فتحتها من تحت بقى لقيت ان هي كلها بلاستيك، هي ما فيهاش اي حاجه ستانلس ستيل او اي حاجه ان هي تساعد حديد ان هي تقطع او تبشر لي التوم. فلو حد جرب الهراسه دي وفعلا حلوه معاه يا ريت يقول لنا اذا كانت فعلا حلوه ولا لا، عشان انا بدور على هراسه توم تكون حلوه قوي، يعني تهرس لي توميه او تومتين حاجات صغيره. ده بقى كان بروجيكتور للاطفال، كان ب35. مجرد ان انت بتحطي الموبايل وبيعكس الصورة على الورقة للطفل. وده تابلت 8.5 بوصة عامل 65 جنيه. الطفل يقدر يرسم عليه او يكتب وفي الاخر يمسح ويقدر يكتب عليه تاني. وده كان مسن السكاكين، وعنده رولات من الستيكر اللي تقدري تحطيها على المطبخ او على الحيطة. ودي كانت صواني اكليريك، كانت كبيرة وحلوة. وده كان جهاز لقمة القاضي، وتحط العجينة من جواه وتفضلي تفتحي كده وتقفلي عليها. ودي مصفى اللي طالعة ترندي، كانت عاملة 160 مصنوعة من الستانلس. ودي جهاز كده كاندي زي اللي بيبقى موجود في النوادي. انا هنا فكنت بفتحه، تقدري ان انت تحطي جواه البونبوني او الكور، يعني اي حاجة زي الكور، وبتلفيها كده من قدام تبدأ تنزلك من الفتحة دي.
وعنده اطقم من تقديم الستانلس الجولد حلوة قوي، كانت عاملة حوالي 225. وكمان كان عنده منها طاسات ستانلس مذهبة، هي فيها مقاسات من 145 جنيه ل 225 جنيه. عنده منها اشكال كتيرة قوي. ودي كانت زياتة طبعا معروفة. ودي غطيان للحلل لو الغطا بتاعك واقع او كده. وده كان جهاز للبشرة، المفروض ان هو تقريبا للفاونديشن. انا صراحة مش عارفة قوي هو يعني زي ما انا ما بقول كده ولا لأ، بس هو ده شكله. وده المفروض طبق كده سيليكون زي البلانشية، فيه قطع غيار كتيرة قوي تقدري ان انت تبشري فيها او تقطعي الحاجة والخضار باشكال مختلفة. وهنا كنت بوريكم برضو الطاسات الستانلس المذهبة، طبعا ليها اشكال وباسعار مختلفة. برضو اشكال تانية من العلاقات، عنده علاقات باشكال كتيرة قوي حلوة قوي تستخدميها في المطبخ في الحمام. ودي شنط الخزين تقريبا من 40 ل 50 جنيه. وهنا عنده القوالب اللي بتقطعي بيها العجين. وعنده الستيكر الكيتي، الاتنين باكت كانوا عاملين 10 جنيه. ودي اشكال الخضار اللي بتتعلق على التلاجة. وجنبيها كانت فرشة المواعين كانت عاملة 28 جنيه. وهنا ده الكوسترات، الاتنين كوستر تقريبا 15 جنيه. وكمان كان عنده الدبل فيس ال5 متر ب39 جنيه. وعنده كمان الخلة بتاعت شيش طاووق او تستخدميها في اي حاجة ب11 جنيه. وعنده مكبس البرجر ب45. ده الخلاط اليدوي اللي انا قلتلكم عليه. وعنده قوالب الكيك حجمين مختلفين، الصغير ده والكبير بقى. وده المدقة او الشاكوش اللي هو بتاع الاكل. عايزه اقول لكم العلبه اللي تحت البلاستيك ديت المفروض ان هي حاجه للبيبي بتديه بيه الدواء. والثبت الدانتل دوت كان عامل 22 جنيه. ودي كانت ممسحه للنوافذ كانت عامله 49 جنيه. وده شكلها. وده فيس شيل. ودي طبعا سبونشة للاطفال لما بيجي يستحموا. وعايزه اقول لكم الحامل ده ليه دبدوب كده بيتلزق ستيكر، وتستخدميه في اي حاجه لحامل فرش الاسنان، او ممكن تستخدميه كمان للمطبخ كصفايه للسبونشه بتاعتك، تقدري تستخدميه في اي حاجه. هو ده بيبقى شكله بعد ما بركبه في الدبدوب بتاعه. وده كيس بيدخل الغساله، طبعا كلنا عارفينه، وتحطي فيه اللبس اللي انت بتخافي ان هو يتنتش او يتقطع. كان عنده شنط خزين كتيرة جدا، الشنطة دي حوالي ب28 جنيه. وعنده استيكرات كتيرة بأشكال كتيرة بجد ومختلفة. وده كان زي حاجة فويل كده بتتفتح تتحط مثلا تحت الأكل أو أي حاجة مانع للطرطشة، يعني إن هو بيحمل البوتاجاز. وهنا كانت تشكيلة كبيرة قوي من الاستيكرات عنده. ودي كانت طاسة او جريل كده من الجرانيت. وعنده الممسحة المشهورة جدا كانت عاملة عنده 185 او 180. ودي كانت الكوستر اللي بيتحط جنب الاكل تحطي عليه المعالق وكده عشان ما نبهدلش الدنيا. ودي كانت كوسترات تانية عنده. وده المفروض ان هو يعني حاجة بتحط كده في دش الحمام عشان تحطي حامل صابون يعني. وعلبة الخيط دي كانت عاملة 17. ودي المفروض ان هي بتتحط للعين بتاعة البوتاجاز علشان مثلا نسيتي قهوة او اي حاجة طرطشت بيحملك البوتاجاز اكتر. وكان عنده قوالب السيليكون بتاعة التلج. والمفروض ان دي علبة لما بتيجي تضربي فيها كيك او كده بالمضرب بحيث ان هي ما تطرطش بره. جميلة خالص وهي مصنوعة من البلاستيك.
دي كانت قوالب تلج تانية باشكال تانية بس بلاستيك مش سيليكون. وده المفروض اللي انا مسكته ده اللي هو حامل او ماسك البيبي، ده كان عامل 20 جنيه، بيتلف حوالين الوسط بتاعه وتتمشي بيه عشان لما بيكون لسه بيتعلم مشي يعني. ودي كانت قوالب الكب كيك. دي علبة للبقوليات متقسمة من جوه بالشكل دوت 4 أو 5 تقسيمات. دي بقى كانت مجموعة من علب التلاجة وحفظ الطعام. وسجادة تنشيف المواعين 33 جنيه، وشرشوبة العربية كانت عامل 75 جنيه. وده ديسبنسر للصابون كان عامل 40 جنيه شكله دوت. وعنده ديسبنسر البقوليات الزوجي 280 والثلاثي 380. دي كانت علبة للتسالي. ده طقم للتوابل كلارك عنده اشكال منه. ودي كانت وده مسدس تحمير كان عامل 55 جنيه. وعنده كمان المفرش اللي بيتحط في دراج المطبخ اللي بيبقى يمنع التسرب او اي حاجة، كان عامل 30 جنيه. ودي كانت مطحنة للتوابل. ودي بلانشاية برضو للتقطيع الخضار. وعنده معصرة البرتقال والفاكهة كانت عاملة حوالي 150. وعنده تشكيلة كبيرة من منظمات التوابل. وبجد حلوين قوي دول، اكتر حاجة عجبوني التوابل دولت. او ممكن تحطي فيهم شاي وسكر وتحطوا كده عندك على الرخامة، شكلهم حلو قوي، ستانلس مذهب. كانوا عاملين التلاتة 300 وحاجة، مش متأكدة قوي، 335. دي كانت طاسة بالشيالة بتاعتها للقلي. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة بتاعتي وتعملوا شير للفيديو عشان يوصل لأكثر عدد ممكن. أشوفكم في محل جديد. باي باي.